السلام عليكم. النهارده أنا هاحكي لك على حاجة حصلت معايا بشكل شخصي، أثّرت فعلًا على وعيي وعلّمتني درس، الدرس ده أنا مستحيل أنساه. قبل ما أحكي لك على الحكاية دي خلّيني أسألك سؤال، كام مرّة أنت اشتريت حاجة أنت مش محتاجها؟ طبعًا الحاجات كتيرة جدًا، جدًا اللي أنت بتفكّر فيها، بس خلّيني أقول لك الحكاية ويمكن الدرس اللي أنا اتعلّمته من الموقف ده يفيدك أنت كمان في حياتك، أو لعل وعسى يكون أنت الفيديو ده وصل لك وأنت لسه بتاخد القرار ده. بعد ما اتخرّجت واشتغلت، اشتغلت في وظيفة كويسة وكان المُرتّب بتاعها كويس، ووقتها بقى الحياة بدأت إن هي تضحك بقى وخلاص إن أنا متحمّس جدًا للمُرتّب، متحمّس جدًا إن أنا خلاص اتخرّجت وباشتغل دلوقتي وهيبقى معايا فلوس وهابقى مستقل ماديًا، وبدأت الأفكار تيجي لي وبدأ قرار الشِرا يلِح عليّا بحاجات أنا كنت فاكر وقتها إن هي ضرورية، لكن بعد كده اكتشفت إن هي مش ضرورية خالص. كان معايا التليفون، الموبايل بتاعي كان كويس وشغّال، لكن فكّرت إن أنا لازم أعمل upgrade ولازم أعمل تحديث للموبايل ده. فرُحت دوّرت على محل بيبيع أقساط عشان خاطر إن أنا أقسّط الموبايل ده لمدة سَنة، وفعلًا اشتريت التليفون ودفعت المُقدّم والدنيا تمام، وفرحان ومبسوط وزي الفُل، ومعايا تليفون جديد ماشي ماسكه في إيدي باورّيه للناس كلّها. طبعًا إحنا أيامها كُنّا إحنا الموبايل ده كان حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لنا، فإن إحنا خلاص فخورين إن إحنا شايلين موبايل. بعديها بشهر، شهرين اكتشفت إن أنا لازم يكون عندي لابتوب. طيب أنا مش باستخدم اللابتوب كتير، يعني أيامها ما كانش في التصفُّح اللي زي كان دلوقتي والشغل كان مُعتمد على الكمبيوتر وكُنّا وصلنا فعلًا للكمبيوتر، أنا مش متخرّج من أيام العصر الحجري يعني، لكن إن هو كان الشغل فيه الكمبيوتر خلاص، أنا مش محتاج كمبيوتر في البيت، ومع ذلك أنا اشتريت برضه اللابتوب واشتريت الكمبيوتر بالأقساط برضه. بعد كده أنا خلاص فكّرت بقى إن أنا عايز ألبس كويس وأبان بمظهر كويس عشان خاطر إن أنا باقابل ناس كتير في الشغل، وبدأت الحياة تستمر والمرتب الحمد لله كان بيكفّي، والأقساط كنت باسدد الأقساط. لكن بعد سنة حصلت مشكلة في الشغل وكنت مضطر أسيب الشغل ده، لا مفر إن أنا لازم أسيب الشغل بسبب المشاكل اللي حصلت فيه، وكانت الاستمرارية في الشغل ده كانت هتسبب لي أذى نفسي كبير جدًا وما كانش الضغط كان لا يُحتمل بصراحة. بعد ما مرّت السنة دي أنا خلاص خدت القرار إن أنا أستقيل من الشغل، ولكن عليّا أقساط، عليّا التزامات، أعمل إيه؟ قُلت إن شاء الله ربنا هيرزق بشغل تاني وإن شاء الله والحمد لله ربنا رزقني بشغل تاني ولكن كان بعد فترة. قعدت 3 شهور أدوّر على شغل وأعمل مقابلات وعليّا أقساط كنت باسددها يا دوب من المبلغ اللي كان متبقي معايا أساسًا من آخر مرتب والّا مرتبين، ودوّرت على ناس إن أنا أستلف منها، واستلفت فعلًا من صاحبي الله يبارك له، عشان خاطر أسدد الأقساط اللي عليّا. لكن سددت أول قسط استلفت منه، لكن بعد كده لسه ما لقيتش شغل، أعمل إيه؟ فما كنتش عارف أعمل إيه، لإن الالتزامات بتزيد عليّا ومحتاج فلوس مواصلات، محتاج فلوس للمصاريف الشخصية وعندي التزامات في البيت عندي، لكن الحياة كانت خلاص على وشك إن هي هتُقف، وطبعًا الضغط العصبي والضغط النفسي مش قادر أقول لك عليه. الحمد لله ربنا كرم بالشغل، لكن كرم بالشغل ده بعد ما بِعت التليفون بنُص تمنه، وبعد ما بِعت اللابتوب آسف، وبعد ما بِعت اللابتوب بنُص تمنه كمان، حتى الهدوم اللي يمكن الشيء الوحيد اللي أنا استفدت بيه فضلت موجودة عندي، ولكن الندم كان مصاحبني على طول، إن أنا إزاي عملت في نفسي كده، وإن أنا إزاي ما رتّبتش أولوياتي. السؤال اللي سألته لك في أول الفيديو، أنت كام مرّة اشتريت حاجة أنت مش محتاجها؟ كام مرّة أنت اشتريت حاجة عشان خاطر تثبتها للناس، تثبت للناس حاجة معيّنة أنت مش محتاج تثبتها أصلًا؟ إحنا بننخدع بالمظاهر وبنهتم بالمظاهر جدًا، جدًا أكتر من الداخل بتاعنا، الداخل بتاعنا هو مسؤولياتنا، مسؤولياتك قدّام نَفْسك، مسؤولياتك قدّام أهلك، مسؤولياتك قدّام أولادك لو عندك أولاد، مسؤولياتك في حياتك كلّها، أنت ليك أولويات، لازم ترتّب الأولويات دي ولازم في أساسيات وبعد كده تيجي الأمور الثانوية بقى وتيجي المظاهر بعد كل الأساسيات اللي موجودة عندك، وأساسيات الحياة دلوقتي في العصر اللي إحنا عايشين فيه بقت كتيرة جدًا، يعني أنت لو حطيتها حتى في جدول
هتلاقي إن أنت عندك 20، 30 حاجة أساسية لازم توفّرها الأول، بعد كده بتفكّر في الكماليات والنثريات والمظاهر والحاجات دي كلّها. قرار الشرا هو قرار نفسي بحت، والعُلما قالوا كده. دلوقتي أنا لمّا باجي كرجل مبيعات إن أنا باجي أعرض عليك أي منتج أنت محتاجه، فأنا باستغل الأمر ده نفسيًا. أنا باستغل القرار بتاعك نفسيًا عشان تشتري الحاجة، لكن خلّيك أنت أذكى من رجل المبيعات. رجل المبيعات لا يُلام عليه، هو راجل بيشوف شغله، وراجل بيجتهد في شغله، وراجل بيتعلم، وراجل بيحقق الهدف بتاعه في الشغل بتاعه إن هو بيبيع لك المنتج ده. لكن خلّينا إحنا كمستهلكين إن إحنا يكون عندنا وعي. الوعي المالي مش بس إن أنت توفّر فلوس ولا إنك تستثمر، لأ، لإن الوعي ده حتى بيدخل في قرار الشرا. قبل ما تشتري أي حاجة شوف هي فعلًا أنت محتاج لها. طيب لو قُلت أنا محتاج لها، طب أنت محتاج لها في الساعة دي، في اليوم ده، والّا حتى محتاج لها في الشهر ده؟ طيب بعد 3 شهور هتكون حاجة ضرورية فعلًا؟ هل هتفضل محتاج لها بنفس القدر اللي أنت كنت فيه وقت الشرا؟ غالبًا الفلتر بتاعك هيقل خالص، البحث هيقل خالص، وهتاخد قرار واعي. حتى لو اشتريت الحاجة دي، هتبقى فعلًا أنت هتبقى راضي عن نفسك مستقبلًا بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، إن أنت ما ندمتش إن أنت اشتريت الحاجة دي. وغالبًا لو خدت بس دقايق إنك تفكّر في قرار الشرا قبل ما تشتري الحاجة دي، غالبًا مش هتضطر تبيعها في المستقبل لو خدت خلاص القرار إن فعلًا أنت الحاجة دي ضرورية بالنسبة لك، فعلًا الحاجة دي أنت محتاج لها، فعلًا الحاجة دي هتمثّل شيء قوي عندك في حياتك. قرار الشرا قرار مهم جدًا، جدًا، جدًا لكل واحد فينا. القصة اللي أنا قُلت لك عليها دي حصلت معايا بشكل شخصي، وممكن تكون بتحصل معاك أنت كمان، ممكن هتحصل لك، أو ممكن إن أنت تكون فعلًا قابلتها في حياتك. بس الحمد لله رب العالمين ربنا بيسترها معانا. لكن خلّيك واعي لقرار الشرا، وخلّيك واعي للحاجات اللي بتشتريها. ما تندفعش جدًا ورا المظاهر، وإن أنا لازم أشتري تليفون جديد مع إن تليفونك شغال كويس، تليفونك ما اشتكاش، تليفونك مش مزعّلك أوي. قديم وكل حاجة، لكن التحديث بتاعه مش وقته. أنت عندك حاجات أساسية أولى إنك توفّرها قبل ما تفكّر في الكماليات. عندي الهدوم بتاعتي كويسة، خلاص أقدر أستمر بيها 6، 7 شهور، لمدة سَنة مثلًا، أبقى أفكّر إن أنا أغيّر الهدوم اللي عليّا. آسف، مش إن أنا أغيّر الهدوم اللي عليّا إن أنت تفضل بنفس الهدوم، يعني ما تغيّرهاش، أقصد إن هي لازم تكون بحالة كويسة. ما تاخدش كلامي إن هو أنا الهدوم اللي عليّا ما تغيّرش الهدوم لمدة سَنة، لأ طبعًا. لكن اللي أنا أقصده إنك تشتري هدوم جديدة لازم تكون فعلًا أنت محتاج ده. إنك تشتري موبايل جديد لازم تكون فعلًا محتاج ده، وشيء ضروري جدًا، هيفيدك بقى في شغلك، هيفيدك في حياتك اليومية بشكل أساسي، مسبب لك فعلًا مشاكل. لازم يكون قرار الشرا بتاعك مش بس عشان خاطر التليفونات، ولا عشان خاطر الكمبيوترات واللابتوب والفلوس والساعات والهدوم والشياكة والحاجات دي كلها، لأ، خلّيك شيك وخلّيك بمظهر كويس. ولكن ده بينطبق على كل شيء في حياتك. ده بينطبق حتى على الدليفري، الأكل اللي أنت تطلبه من برّه. هل فعلًا ال100 جنيه والّا ال200 جنيه اللي أنت بتطلب بيها الأكل ساندوتش من برّه ده، هل فعلًا ضروري؟ طيب هو أنت لو بدّلت ال100 جنيه دي بأكل أنت عملته بنَفْسك، والّا حتى البيت أهلك عملوا لك الأكل ده، هيكون أحسن، صح والّا لأ؟ طيب هل أنت فعلًا مستعد إنك تتحمّل المسؤولية وتخاطر بالمتعة اللحظية دي، ومستعد لقرار الندم بعدين، لمّا أنت ما بتوفّرش الأساسيات بتاعتك؟ لإن طالما ما وفّرتش الأساسيات بتاعتك في الوقت الحالي، لكن طالما أنت ما وفّرتش الأساسيات دي، خلاص هييجي لك الوقت، خلاص بقت الحاجة المُلحّة للأساسيات دي إن هي تكون متوفّرة. ساعتها هتندم، وساعتها هتضطر إنك تبيع حاجات كنت فاكر إن هي مهمة، أو حتى إن أنت بتبقى زعلان وأنت بتبيعها. وغير كده كمان إن هي بتفقد أكتر من نُص قيمتها، فأنت خسرت وأنت بتخسّر نَفْسك بنَفْسك. خُد قرار واعي، والوعي المالي هو إنك تقول لأ لنَفْسك في الوقت المناسب. لازم تقول لأ لنَفْسك في الوقت المناسب. لازم تدرس
ال القرار بتاعك كويس. الحكاية مش محتاجة إن أنت تروح تاخد كورس عشان تاخد القرار. ولو إن ده على فكرة متوفّر والكورسات دي موجودة وبيأسّسوها وفي علم كمان في علم النفس مُشتَق يعني أقصد من علم النفس، القرارات اللي بياخدها الإنسان على مدار حياته كلّها، زي قرار الشِرا. قرار الشِرا هو قرار مالي زي ما قُلت لك، لازم تاخد بالك منّه كويس جدًا وتشتري الأشياء الضرورية، الضرورية اللي هتلبّي احتياجاتك مش هتلبّي رغباتك. لازم تفرّق ما بين الرغبات والاحتياجات. الاحتياجات دي الأساسيات بتاعتك. الرغبات دي بقى يعني إيه، خلاص أنا نِفْسي آكل أكلة حلوة، أنا نِفْسي أشتري تيشيرت حلو، أنا نِفْسي أشتري ساعة كويسة. طيب ما فيش مشكلة، أهلًا وسهلًا، اشتري اللي أنت عايزه، لكن بعد ما توفّر الأساسيات بتاعتك وتلبّي احتياجاتك للحياة اليومية. الحياة اليومية مش بس إن أنا لبّيت خلاص أكل اليوم ولا مسؤوليات اليوم وخلاص، لأ، خلّي الحكاية أبعد شوية بالنسبة لك في الوقت. أنا طوّلت عليك بس أنا حبّيت إن أنا أشاركك حاجة شخصية حصلت معايا وفعلًا اتعلّمت منها درس والحمد لله رب العالمين سدّيت ربنا سَدّ ما عليّا طبعًا، ربنا هو اللي بيسدّد. آآ سدّيت الديون والحمد لله تخلّصت من الأقساط، ولكن تخيّل إن الأقساط دي فضلت إن أنا أسدّد فيها آآ وأنا شغّال لمدة سنتين. فالقرار اللي أنا أخدته يمكن في ساعة، أو القرار اللي أنا أخدته إن أنا أشتري الحاجة اللي كنت فاكر إن هي ضرورية، كلّفتني سنتين من الحرص مأيّد على نفسي جدًا عشان خاطر المسؤوليات اللي كانت في رقبتي. أنا باشكرك إن أنت وصلت لآخر الفيديو، وأتمنى إن أنا ما أكونش تقِّلت عليك، لكن نصيحة من أخوك، نصيحة من صديقك، نصيحة من واحد من ضمن الناس الكتير اللي أنت بتشوفها، نصيحة من قلبي بجد. خُد بالك من قرار الشِرا بتاعك. يالّا، سلام عليكم.